السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. الفيديو ده انا بصوره لكم اول يوم في رمضان او تقريبا اول ساعات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. عملكم فيديو حلو قوي للفول بتاع السحور، ان شاء الله هنزله لكم وهتشوفوه. اتمنى ان كنتوا تتفاعلوا معايا. زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتنا كان عندها دور برد شديد زي ما كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات. استخدمت لهم دواء اموكسي، واستخدمت كمان منشط كبد، وكنت حاطه لهم فلاجيل زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت. جرعه الاموكسي لازم تاخديها اقل حاجه 5 ايام. 5 ايام بالتناوب مع منشط الكبد، وحاولي تزودي الجرعه بحيث انها تقعد 6 ساعات. الميه يعني تحطي الميه على قد العلاج عشان العلاج يعني يبقى ايه نتيجته فعالة. حطيت الدواء زي ما انتم شايفين كده، وهامله السقايه دي ميه. السقايه دي عامله حوالي 2 لتر ميه، فما شاء الله عليها، يعني ممكن تقعد قدامهم 6 ساعات ما يبقوش عطشانين. حجم الفراخ متأخر جدا، يعني التحويل عندي ضعيف. ايه السبب؟ انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا شاكه ان السبب ان انا ممكن اكون دفيت زياده عن اللزوم. نقلت الساسو من جنب الابيض زي ما قلت لكم برضو، لاني كنت حاسه ان ممكن يكونوا هما سبب تاخير التحويل بتاع الفراخ البيضاء. حطيت الساسو في البطاريه، ونضفنا كمان البطاريه مع بعض، وكل ده هيبقى موجود معاكم في الفيديو ده ان شاء الله. هتشوفوا معايا هنا مشهد. اتمنى بقى كده تلاحظوا وتقولوا لي وتردوا عليا في التعليقات. هو الفراخ كبرت ولا انا بيتهيألي؟ حاسه شويه بعد ما نقلت الساسو من جنبيهم، حاسه تحويلهم ابتدى يتحسن ان شاء الله. يعني هيبقى ايه احلى. هم متاخرين برضو زي ما قلت لكم حوالي 6 ايام 7 ايام عن التحويل المظبوط، بس ادينا معاهم والله المستعان. نزلت اشتريت لهم علف، مش عارفه انا صورت معاكم ولا لا، لان انا لحد دلوقتي بدي. فهشوف من بكرة ان شاء الله هحول او هخلط البادي مع النامي للفراخ دي والفراخ دي، لان يعتبروا بقى الساسو عدوا ال25 يوم. الارنبة دي بجد انا عايزة اذبحها. بصراحة شايفين حتى في الاكل تحسوها عبيطة كده، مش يعني مش ارنبة شاطرة. المهم انا كنت بلعبهم شوية قبل البرسيم زي ما شفتوا كده، وانا كل شوية بعمل معاهم كده. ودي الفراخ البلدي بتاعتي عمالة بقى، يعني مستنية فضل ربنا علينا لما نبيض. بس هو لسه عمرها يعني حوالي 3 شهور و9 ايام زي ما قلت لكم. فانا بحسب لهم يعني، فهنشوف. هم قالوا ممكن من 4 شهور يبتدوا يبشروا، ممكن من 5 شهور على حسب الجو. انا كده كده بسيب لهم الاضاءة دايما، يعني هي الاضاءة دي الموجودة عندهم ليل ونهار. يعني ما بطفلهمش نور، بخليه دايما منور كده، الا اذا بقى النور قطع او حاجة. لكن انا ما بطفلهمش نور، لكن هي اللمبه مش عندهم مباشر، هي في المكان نفسه كله يعني، بس اكيد منوره لهم يعني. في الفيديو ده بقى ان شاء الله هنشوف البطاريه وهي بتتنضف وهي كمان بتتغسل. ده كان اكل الفراخ البلدي. دي كانت بواقي اكل. عارفين انا ما كنتش بربي طيور، كان بيفيد اكل كتير. او انا حاليا بقيت يعني بعمل اكل على القد، فمعرفش مبقاش بيفيد اكل كتير زي الاول. فهم دول اللي كانوا فايضين في اليوم ده. ما كانش عندي علف نامي. اضطريت احط بقى بادي على بقيه الاكل وعيش مكسر والكلام ده عشان خاطر امشي الدنيا واعرف اكلهم. هنا بقى كنت حاسه شويه، يعني شويه تحويل الى حد ما ممكن يكون ظهر عليهم شويه، يعني عارفين متاخرين اوي. والله انا زعلانه على الدوره دي، مش عارفه ايه السبب، بس هو انا شاكه في الموضوع ده ان انا ممكن اكون دفيت زياده عن اللزوم. بس الله المستعان. انا نقلت الساسو بعيد عنهم، وهشوف لو الدنيا حلوت يبقى هو فعلا ده السبب. لان الساسو شقي. الساسو زيه زي البلدي، بيتحرك كتير ما شاء الله، بياكل كتير، بيسحب في العلف شويه عن الابيض طبعا. آه،
بس انا حاسه والله بقى الساسون بعد ما نقلته آه معرفش، حاسه قل ولا هو يمكن المكان وسع عليهم، مش عارفه. فدينا بنشوف وبنحاول مع الدوره دي لما نشوف ان شاء الله هناخد منها انتاج امتى. كل سنه وانتم طيبين بقى. اللي فيكم بقى عمل فول رمضان، فول السحور، واللي هتجهزوا فطار اول يوم ايه. انا عن نفسي معزومه، ف مش عارفه لو عرفت اصور لكم، معرفتش يبقى اعذروني، لان انا مش هفطر اول يوم في بيتي، هفطر عند ماما. كل سنه وانتم طيبين، ربنا ما يقطع لناش عاده ابدا يا رب، ويجعل اهالينا كده فوق دماغنا دايما، ولمتهم ما يحرمناش منها. وانا قلت اسجل لكم الفيديو بدري بدري بقى، يعني ايه، انا حوالي يعني صليت الفجر وبسجل الفيديو. فدايما انا لساني بيتلجلج كده، تحسوا ان انا لساني زي اللي واكل شب حاجه زي كده، متعرفوش بيلف على بعضه كده. فقلت الحق نفسي قبل الصيام، اما انا في العادي كده، طب اما لما اصوم هبقى نظامي عامل ازاي؟ فقلت الحق نفسي قبل بدايه الصيام بقى هو الصيام مش شق ولا متعب ولا حاجه، بس هي العاده ان احنا لساننا معرفش. المهم يعني ممكن يكون ما كنتش ببقى محضره كلام، فالكلام بيحضرني في نفس الوقت، فعشان كده ممكن تحسوا ان انا افكاري مش مترتبه شويه. تقولوش جديده في اليوتيوب يا ولاد. هنا بقى ربنا يديله الصحه ويبارك له ويسعد ويجعل دعاية كده من حد ومن نصيبه. دعاء ناس كبار ما شاء الله. مش عارفه، كل ما بكبر في العمر بحس ان انا قلبت على الستات الكبيره قوي قوي يعني. المهم، ابو اياد ربنا يبارك له، طبعا دي اجازته وما شاء الله عليه، يعني ماسك البطاريه تنظيف. ده تنظيفنا في البطاريه يعني، طبعا اول مره ننظفها واول مره نطهرها، فعلى قد ما قدرنا عملنا. عندك ده كله هو الاول جاب شيل شويه بالراحه. الفرشه دي ونضفها زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده جبنا كلور خام ورحنا ماسكين الفرشه زي ما انتوا شايفين كده، واشتغلنا على البطاريه، او هو ربنا يديله الصحه اشتغل على البطاريه كلها، يعني ما خلاش مكان الا لما وصل الكلور. هي كانت محتاجه برضو شويه عن كده، بس يعني كتر خيره، ودينا جربنا طريقه التنظيف دي. كل حاجه لازم تتنضف بالكلور. حتى الترمومتر اللي كان متعلق من الدورة اللي فاتت برضو نضفناه، اللومة دي المفروض تتمسح برضو بكلور، هو عمل كده. آه، عارفين السلك خدوا حتة حتة، مخلاش الخشب خدوا حتة حتة. فربنا يبارك له يا رب وميحرمناش منه. بصراحة وجوده في حياتي مخفف عليا حاجات كتير في كل حاجة، مقرب البعيد. قلبي بيجمد لما بشوفه، لما بيجي اجازته بحس سبحان الله يعني. خلاص بقى الدنيا كلها حواليا. فربنا يديله الصحة ويبارك له ويسعده، ويا رب يتفرج على الفيديو ده. ادعوا لي يا ولاد ربنا يكرمه ويتفرج على الفيديو ده، بس الكلام الحلو برضو بيشجع يعني. وبعدين احنا عندنا تنظيف تحت البطارية وتنظيف تحت الفراخ، فمحتاجين مجهود الفترة الجاية. حتى العلافات الخشب برضو كله نزل فيه كلور، ما خلاش مكان الا لما حط فيه كلور. الكلور اللي انتوا شايفينه ده، يعني شايفين كل الحاجات دي عمالة تطلع من البطارية بعد كمان ما نضفناها. فهي مليانة مركونة برضو ديلها فترة، يعني من ساعة ما بدأنا وشيلنا منها الفراخ وهي مركونة ديلها فترة، فعشان كده تحسي هي مش نظيفة، تربي فيها فراخ يعني. ادعوا لي بقى الأرنبة البني دي ربنا يهديها كده وتحمل وتولد على خير وترضع ولادها، لأن هي خايبة بجد بجد، وشكلنا هنفطر بيها في يوم في رمضان. بصراحة أنا متغاظة منها قوي، ما بتعمل، بس حتى كمان بتاكل، ما مش مبين عليها، مش مربية لحم عشان مثلا أقول هذبحها بقلب جامد. والأرانب بيني وبينكم بخاف تكون كده حامل ولا حاجة وأنا أشيل الذنب. فعشان كده انا اصلا ما بفضلش اكلها، يعني انا ما بحب، مع انه والله اكلها نظيف يعني، هما ما بياكلوش غير برسيم خضار، عيش، اي بواقي اكل بقى عندك في البيت، قشر بطاطس، قشر فاكهه. يعني انا في الفتره الاولانيه اول ما جم ما بقتش شغاله عليهم غير في الفواكه، يعني فالبرسيم ده بتديهولهم متاخر. آه، لكن على طول كنت بديهم كل حاجه، قشر موز وقشر برتقان، كل حاجه، قشر بطاطس، قشر بطاطا، اي حاجه.
فهي ما شاء الله عليها ميزتها ان هي بتلم كل حاجة البيت، كل الحسنة اللي موجودة في البيت هي بتاكلها، فما بترميش حاجة، فدي حاجة حلوة. انا ما بديهمش علف الا لما بلاقي ما عنديش اكل خالص، فبضطر اديهم علف. طبعا هنا كانت تولين ما شاء الله مش سايبانا. شوفوا بقى كل اللي حوالينا ده الكلور، يعني عارفين الريحة خلت عينينا، فربنا يستر والله. الدورات دي برضو خدوا بالكم، المكان لما بيبقى مجمع كذا نوع من التربية يعني، ما بتبقيش واخدة راحتك. المهم ان هو جابها بقى من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده، ما خلاش مكان الا اما طهره. ما تجيب لي الترمومتر ريحة الكلور التانية كانت امينة مخليه طهر. عينينا مليانة دموع. لو بعد ما اخلص خالص بقى فببص على الفراخ بقول ايه ده الفراخ عينيها، لا راني المكان لازم يتعدل حاله. الفراخ عينيها مرغية خالص. قلت لهم الكلور اللي احنا كنا لسه فيه من شوية. هنا بقى بعد ما عزلنا الساسو فالابيض الدنيا فضيت عليه. الابيض ده تحسيه عشري والله زال، بس انا حاسه ما شاء الله حجم الفراخ الى حد ما كبر شويه. هنا زي ما انتم شايفين كده كنا بنحط، لا ده كان تاني يوم. تاني يوم بقى كانت اريك بتحط لهم هي الاكل هي وتولين، فزي ما انتم شايفين كده بيحطوا الاكل وبيحطوا ميه. انا نزلت لقيت الدنيا مدربكه، محدش بيقضي مصلحتي غيرك، محدش ما بيهرش ظهرك غير ضفرك. المهم لو كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس لو حبيتنا في اكلتنا. اشوفكم على خير في فيديوهات تاني اجمل واحسن. ولو اتفرجتوا على الفيديو ما تنساش تدخلوا على فيديو فول السحور. اشوفكم على خير مع الف مليون سلامه. استنى. خش خش ما تخافيش. لا بس اقفي مكانك كده، اقفي مكانك. يلا.